مرحبا بكم متابعينا الكرام على قناتكم ميت فور سوينج. في هذا الفيديو سوف أشرح لكم طريقة كيفية تفصيل وخياطة بنطلون أو سروال بطريقة احترافية، لكن لدي فيديو طويل قمت بتقسيمه إلى أجزاء، لكن شرح كامل من الألف إلى الياء. بسم الله، سوف نبدأ على بركة الله. في هذا المكان سوف أنزل بسنتيم أو 2 سنتيم، لا يهم، يعني على حسب القماش، على حسب الثوب. أعتذر على آلة الحاسبة، لم تظهر تقسيمات. قياس الورك أو ليونش ولا البلسام، كل واحد كيف يسميه. لدينا 53 مقسومة على 2 تساوي 26 ونصف. سوف نضع 26 ونصف من الأعلى إلى الأسفل بهذه الطريقة، ومن الجهة الأخرى حتى يكون متساوي بهذه الطريقة، ونقوم بتسطيرها. ثم أدخل بسنتيم لأن هناك الحاشية القماش، ثم نقوم بتقسيم 53 على 2 تساوي 26 ونصف. أيضا نقوم بوضعها هنا في الورك أو اليونش داخل سنتيم الحاشية. الآن سوف نعمل على المكان أين توجد السوسته أو السلسلة، يعني سوف أخرج ب7 سنتيم والرجوع ب5، أو سوف أقوم بتسطير 2 سنتيم للخياطة زائد 5 سنتيم. انظر جيدا، الآن قمت بتسطير 7 سنتيم، سوف أرجع إلى الخلف ب5 سنتيم وأترك 2 سنتيم في الوسط للخياطة. الآن سوف نقوم بقياس الكول كما في الإشارة، وسوف نقوم بتقسيمه على 2. لدينا في المجموع 33 ونصف مقسوم على 2 تساوي 16 و75 ملم. نقوم بتسطيرها في الوسط. الآن سوف نقيس الكول بسنتيم الحاشية في الجانب، فكم يأتينا؟ 18. سوف نقوم بتسطيرها في الأعلى كذلك. هنا في الأعلى في الخاسر سوف تكون هناك بنسة بقيمة 3 سنتيم. الآن سوف نقيس طول البنطلون أو السروال من الأعلى إلى الأسفل. لحظة إخواني الكرام، في هذا المكان صاحب البنطلون طلب مني 5 سنتيم في الحزام الخاسر، في الحزام الخاسر طلب مني 5 سنتيم في الحزام، لأنني سوف أقوم بسحب الشريط إلى الأعلى ب4 سنتيم، وسوف أقوم بقياس طول البنطلون زائد 5 سنتيم الخياطة في الرولاج. الآن سوف أقوم بتقسيم هذا المكان على 2 للركبة بهذه الطريقة زائد 5 سنتيم.
5 سنتيم، وأقوم بتسطيرها، ثم أقوم بتسطير في الأسفل، زائد 5 سنتيم للخياطة في الرولاج. الآن سوف نقوم بقياس ثلث الورك، ونقوم بتكميل الخط إلى الأسفل ب18 سنتيم الذي قمنا بتقسيمها في الورك. لدينا في الركبة 26، نقوم بتقسيمها على 2، يعطينا 13. نقوم بوضعها في الركبة 13 من هنا و13 من هنا في وسط الخط الضغط. كما تلاحظون 26 قمنا بوضعها في الركبة في الوسط. الآن لدينا 17 في الحذاء، نقوم بتقسيمها على 2، تعطينا 8 ونصف. نقوم بوضعها في الأسفل في الحذاء. الآن نقوم بتسطير الكل. الآن سوف نقوم بتسطير مكان السوسته أو السلسلة. لدينا في الخصر أو الصمتة 38، نقوم بتقسيمها على 2، تعطينا 19. لنجد المكان الصحيح للخصر يجب تحريك المسطرة من الأعلى، أما من الأسفل تبقى على الخط الأساسي كما تلاحظ بهذه الطريقة. يجب تحريكها من الفوق، من الأعلى، حتى نجد المكان الصحيح. لأن هناك أشخاص لديهم بطن، هناك أشخاص ليس لديهم بطن، يعني يجب أن تحصل على نفس القياس. نقوم بتسطير 5 سنتيم من الأعلى أيضا، ونكمل بالمسطرة كما تلاحظون، وننزل بسنتيم ونصف. بهذه الطريقة نقوم بتسطيرها. هنا إخواني الكرام، بالنسبة للنساء قم برفع من الخاصر إلى الأعلى، قم برفع هذا المكان ب7 أو 8 سنتيم حتى 9 سنتيم. أما للرجال 5 سنتيم كافية للرجال. سوف نترك نصف سنتيم هنا، ونقوم بتسطير الحزام أو الخاصر. لدينا في الخاصر 19 سنتيم، زائد سنتيم الخياطة، زائد 3 سنتيم البنسة، تساوي 23 سنتيم. أول شيء سوف أقوم بتسطير البنسة، فيها 3 سنتيم.
الآن سوف أقوم بتسطير الخاسر. فيه 22 سنتيم زائد سنتيم الخياطة 23. صاحبة هذا البنطلون ترتدي في البطن مرتفع، وليس في الحزام. نقوم بتسطير الجيب. نقوم بوضع فيه 16 سنتيم كافية. بالنسبة للنساء في الأعلى سوف أقوم بالخروج ب6 سنتيم. الآن انتهيت من الضبون الأمامي، سوف أقوم بتقطيعه. إذا أعجبك الفيديو قم باشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. الجزء الثاني سوف تجدونه أسفل الفيديو، طريقة شرح كيفية تفصيل الجزء الخلفي، الضبن الخلفي.